باش نعطيكم اسهل وابن طريقه تعملوا بها الهريسه الحلوه والا هريسه اللوز تجيكم معسله وطيبه في حقها. مقادير بسيطه والبنه ما نحكي لكمش نودكم ولا نشهيكم، تجيكم تذوب ذوبين في الفم. خليكم تتبعوا الفيديو باش تعرفوا المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه نحضروا العسل باش نخلوه يبرد. خديت كيس سكر عليه 2 كيسين ماء وترونش قارص والا عصره قارص ونحطوه يطيب 20 دقيقه بعد الغليان. في صحفه خديت مقدار 450 غرام سميد متوسط والا خشين، يجونا 3 كيسين ورشه ملح، نص مغرفه خميره جاتو، وباش نبصصهم ب 125 مليلتر زيت نباتي ونخلوه يرتاح مادام حضرنا السوائل. في صحفه اخرى خديت 125 غرام سكر، 125 مليلتر حليب و125 مليلتر ماء دافي. كان عندكم ماء زهر تحطوا والا تحطوا ساشي سكر معطر بالزهر. 100 غرام لوز مرحي نخلطوهم بالكدا لين يذوب السكر، ومن بعد نصبوه على سميد نخلطوه، ما نكثروش من التخليط باش ما يعجنش، ونغطوه ونخلوه يتشرب السوائل متاعو ربع ساعه. في البلاتو مدهون بشويه زبده والا شويه زيت نصبوا الخليط متاعنا، نرصفوه ونستوه بالكدا في البلاتو، نرشوا عليه شويه لوز مهروش، ندخلوه للفور على 180 درجه مده 45-50 دقيقه. اول ما نخرجوه من الفور وهو سخون نصبوا عليه العسل البارد، زينوه كما تحبوا، وصحه وبشفى ليكم.